سلام سلام حبيباتي متتبعاتي الغاليات، والله إني أحبكم في الله. هذه القلوب كلها راهي لكم من القلب إلى القلب، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ وردة البريكية. إذا الوصفة اللي راح نتقاسمها معكم اليوم بإذن الله راح تكون كسرة محشية بحشو اقتصادي وبسيط جدا، خفيفة سهلة مهلة اللي كيديوها راح تهنيكم أكيد من الغداء ولا من العشاء. يعني يلا معايا، المكونات نتاعها راهي موجودة في كل بيت. وقبل ما نبداو لازم نذكركم باه ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل وصفة راح نديرها ولا نبارطاجيها في القناة نتاعي، وديروا جيم للفيديو باش يستفادوا منه ناس ياسر. ودرك يلا معايا نبداو على بركة الله وفرجة ممتعة. وكما قلت لكم كسرة محشية بحشو بسيط جدا سهلة مهلة ليه تليكيديوها. شوفوا واش درت الزيت، حوالي 3 مغارف نتاع الزيت في المقله، ورايحه نضيف عليهم 4 حبات بصله يكونوا شويه كبار، يعني بين متوسط وكبير. نخلطهم ولا نحركهم مليح ونخليهم حتى يذبلوا شويه، وبعدها مباشره راح نزيدوا. انا هنا درت جوه تاع فلفل حلو ونص جوه نتاع فلفل حار. حبيتوا ديروا فلفل الوان كما حبيتوا يا البنات، تزيدوا الدجاج، تزيدوا فيون داشي، بولي اشي، دند اشي، واش حبيتوا. انا حبيتها انها تكون بسيطه، وحش حبيتوا بدلوا على رواحكم. بعد اللي يذبلوا ويطيبوا شويه هكذا مع بعضهم، رايحه نزيد حبه ونص نتاع طماطم كانت متوسطه، وزدت معاها 3 فصوص تاع ثوم اللي كنت قطعتهم بالموس. اما التوابل تيوبا حبيتي تنكهي الحشو نتاعك هذا، انا كنت درت شويه تاع فلفل لكحل، شويه تاع عكري، راس الحانوت، ملح، ودرت نص مغرف نتاع طماطم لباط. نحرك الخضره نتاعي مع بعضها ونخليهم يطيبوا. اذا كانت الطماطم تاعك فيها الماء غطي عليها وخليها تطيب، تطلق السوائل تاعها هذيك ويطيب الحشو الكل مع بعضها. اذا كان ما فيهاش الماء ضيفي لها ربع كاس نتاع الماء، ورايحه نغطي عليها ونخليها تطيب في غرضها. وفي هذه الاثناء راح نروح ندير العجين نتاعي. واش درت فيه 2 كيسان تاع الدقيق ولا سميد يكون ارطب، ورايحه نزيد عليه 4 كيسان ولا 4 كيلات نتاع الفرينه. حبيتي تكيلي بالكاس ولا باي كيله تحبي ديريها كما راكم تشوفوا. ورايحه نخلط السميد مع الفرينه مليح. رايحه نجيب كاس غير ربع نتاع زيت، ونبدا ندخل في الزيت هذاك في الفرينه وفي السميد. راح نبسس الخليط نتاع الفرينه والسميد بالزيت. وهنا من الاحسن يا البنات ديروا في قصعه ولا في جفنه في بسينه، المهم ديروا في حاجه كبيره. انا هنا كانت ما ساعدتنيش الغيسيبيون هذه، راني نخدم فيها بحذر. مغرف صغيره نتاع الملح، مغرف صغيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع الملح، ومغرف صغيره تاع الخميره، مغرف ونص نتاع الخميره. ورايحه نبدا نعجن العجين نتاعي. هنا باه عجنته بالحليب الدافي، يكون ملذذ يعني ما يكونش سخون. نضيف بشويه ونعجن، نضيف بشويه ونعجن حتى نتلم لي العجينه نتاعي. ودرك تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه. اما بالنسبه للحليب هنايا كانت دات لي 2 كيسان وربع تقريبا، 2 كيسان وربع. وهنا اذا كان عندك الحليب راح يكون افضل، اما اذا كان ما عندكش الحليب تقدري تعجني بالماء عادي جدا. اما بالنسبه للعجينه راح تحصلوا عليها راح تكون عجينه طريه، ما تكون مرخيه ياسر، ما تكون ناشفه. لازمك تعودي تحلي فيها، تقدري تحليها. انا خلصت الكاس الثاني وكنت ضفت يا البنات تقريبا تقدروا تقولوا ربع، 2 كيسان وربع نتاع الحليب، وكل وحده وسميد نتاعها. هنا حنلم العجين تاعي نعجنها عجنه هكذا مليحه، ونلم العجين تاعي ما نخليهاش ترتاح. انا حنغطيه هنا قيس من رابي الفرماج برك ونوجد الحشو نتاعي. ورايحه نجي نقسم العجينه تاعي. انتي واش حبيتي، يعني حبيتي تكبري القرص نتاعك ولا حبيتي تصغريه. انا هنا كنت خرجت لي تقدروا تقولوا 9 حبات، 8 9 حبات هكذا. الحجم نتاعها كان مليح يعني متوسط. ونحاول قدر الامكان باه ندير الكريات نتاعي كامل قد بعضهم هكذا، باه من بعد نتحصل على الحبات نتاع الكسره هذه المحشيه يكونوا كامل بنفس الحجم هكذا. دوك راح نكور العجينه تاعي ونحطه بجهه، مش راح نستنى انه يتخمر والله يا البنات. ثمثم مباشره بعد ما تكوري راح تبداي تشكلي ولا تخدمي في الكسره المحشيه نتاعك.
اللي راهي حايرة وما عرفتش واش دير الغدا ولا العشاء، هاي ليك تدبيرة من تدابير، فكرة من الأفكار باش تنوضي. أكيد حوايج راهم موجودين، يعني بصلة وطماطم وفلفل والسميد والفرينة والزيت أكيد راهم كاينين في كل بيت. وهم ليك الكويرات نتاعنا بعد لي كورنا العجين تاعنا كامل، كنت حصلت على 9 حبات. راح نبدا مباشرة نخدم. هنا شوفوا كنت درت البابي كويسون، ضروري جدا تخدموا به. راح نديرو على شكل دائرة، الدائرة اللي راح نقيس عليها. ومن بعد هنا كنت راح نقرص العجينة تاعي على ورق الزبدة، لقيتو ما يساعدنيش نحلو على سطح العمل اولا، ومن بعد راح نقيس على ورق الزبدة. ندير يعني نحلها مليح بالرولو ولا بالحلال كيما راكم تشوفوا. هي شوفوا البنات كي تحلوها حتى رجعت تقلص الحجم نتاعها، زيدي حلي، قلبي وحلي حتى تتوصلي للحجم او القيس او القطر تاع الدائره اللي تحوسي عليه. نهز الحجم، نهز القرصه نتاعي ونحطها على ورق الزبده كما راكم تشوفوا. حبيتوا تخليوها اقل ولا اكبر، انا حبيت نكبرها باه تجيني رقيقه، وفي نفس الوقت راح نقص منها، مش راح نخليها بالحجم هذا. انا علاه درت هذاك ورق الزبده درته على شكل دائره باش نقيس عليه الحبه نتاعي نتاع الكسره. ونكيل عليه. رايحه نجيب الحشو نتاعي ونحط في النصف نتاع الحبه كما راكم تشوفوا. تقدروا تقولوا الحشو هذا نفسه الحشو تاع المحاجب يا البنات، كيما ديروا الحشو تاع المحاجب ديروا الحشو تاع الكسره هذه. رايحه كيما راكم تشوفوا نزيد الفرماج ربي من فوق. تقدروا تزيدوا زيتون، تقدروا واش حبيتوا يا البنات. بالنسبه للحشو راه اختياري، انا نعطيكم فكره بسيطه وانتم كملوا. ومن بعد راح ندير الاطراف هذوك كل الحواشي ندير لهم شويه نتاع الماء باش كي نقلب راح تقلب، راح تحكم لي العجينه في العجينه، راح تلصق يعني مليح. راح يعتبر بمثابه غراء الماء هنايا باه يلصق لي الجهتين في بعضهم كما راكم تشوفوا. نبدا نضغط هكذا ونخرج له هو هذاك الزائد. وهاي ليك ضروري جدا تضغطوا عند الاطراف عند الحواشي باش نلصقوا العجين تاعنا مليح، لازم يلصق مليح. ورايحه نجيب الجراره تاعي ونحي هذوك الزوائد. راح نقيس اكيد على ورق الزبده اللي راني حاطه عليه الكسره نتاعي هذه، ونزيد نضغط هنا باش نتاكدوا برك بلي رانا غلقنا الحبه نتاعنا مليح. وبعدها مباشره راح ندهن الطاجين تاعي. حبيتي ديري في طاجين ولا في مقله ولا انت ما حبيتي، ندهنه بالزيت ضروري جدا. هنا ندهن بالزيت ونحط الحبه نتاعي ورايحه نحركها، ما نحيش يدي عليها، رايحه نحركها علاه باه نتحصل على لون موحد باش طيب لي في كل الجوايه. وهذه هي. وكنت حطيت لكم الكسره هذه يا البنات في القناه الاولى، حطيتها لكم بصح كان الشكل تاعها شوي مبتكر وما تشبهش لهذه، يعني في الشكل يعني هي نفسها بصح في الشكل ولا في التشكيل كانت شويه مختلفه على هذه. اليوم حبيت نديرها لكم حاجه بسيطه سامبل يعني باش اي وحده تنوض ديرها. وقبل ما نقلب ضروري جدا نزيد ندهن بالزيت. هنا لاه راني ندهن بالزيت باش نتحصل على لون محمر كما راكم تشوفوا. وريحه نوصي ونعاود يا البنات على التحريك. وكي قلبنا على الجهه هذه دركا ضروري جدا ان نضغطوا عند الحواشي. علاه في الجهه اللي من هيه كي تقلبي راح يطيب لك طيب لك في الوسط، اما في الحواشي مش راح تطيب لك الا اذا ضغطتي عليها. ضروري جدا اذا كانت عندك اللوحه هذه تضغطي بها، اذا كان ما عندكش ديري لاسباتول، ديري اي اداه تشوفي في المطبخ، ولازم تضغطي بهذا الشكل. وكما راكم تلاحظوا راكم تشوفوا فيا راني ما نحيش يدي عنها نهائيا، راني نقلب وفي نفس الوقت نحرك وفي نفس الوقت نضغط هنا باش طيب لي بهذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه. ضروري جدا التحريك المستمر، ما نحيش يدي عليها بتاتا كما راكم تشوفوا. ودرك راح تبقى لنا الجهه هذيك اللي راكم تشوفوا فيها. راح نقلب ونوقف الحبه نتاعي هكذا بهذا الشكل. حبيتي تحكميها باليد نتاعك ولا تحكميها باي بلاسباتيل ولا باي حاجه. وهذه هي الكسره المحشيه نتاعنا اللي كانت طابت بشكل رائع. وانا هنا كنت صورت لكم حبه برك البنات، كي تعودوا طيبوا تقدروا ديروا 2 حبات في الطاجين، يعني طيبوا بالزوج باش تسهلوا على رواحكم وتجربوا تكملوا الطياب نتاعها. هذه هي الكسره المحشيه نتاعنا البسيطه السهله الخفيفه، يعني في وقفه راح تكمليها. نتمنى ان شاء الله نكون هنيتكم من التخمام من الغداء والعشاء، ونلتقي في وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.